صباح الورد، صباح الفل والياسمين. نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في معون صغير باش نحط شوية زيت زيتونة وعسرة جارس وشوية ملح ومغير هريسة عربي وشنينة ثوم وشوية كمون وشوية فلفل أكحل باش نمزج المكونات مليح 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 ونخليهم على جنب. كان عندي كعبتين وراطة متوسطين جبدتهم نظفتهم وباش نعمل فيهم جروح على جناب غاديكا باش نجم التتبيلة تدخل مليح في كيبة الحوت وتتفوح. باش نفوحهم ونحطهم في الفور، لاني باش نقليهم لاني باش نشويهم. دونك شوفوا فيا غاديكا كيفاش قاعدة نتبل فيهم بالقدي، باش نحطهم في بيركس ولا نحطهم في أي طبق يدخل الفور، وباش نعملهم في باش نطيبهم ببابي كويسون، وباش نعمل غاديكا كعبتين بطاطا باش نعمل بيهم بعد ساندويتشات. قطعت البطاطا حطيتها على جنب، نستنى ان هي الكعيبات الحوت يتنكهوا مليح 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 بالفحم متاعهم ويشرب. جبت هني الطبق حطيت عليه بابي كويسون مبلول شوي، وباش نغطيه من فوق وندخله للفور ونخليه يطيب في عقله. علاش باش نغطيه؟ باش مش الحوت ما يشيحش، معناها باش يبقى فيه هاك العصارة متاعه ما يبداش خفيف. هني باش نعمل سلطة حمص. الحمص هذاك مش يعرفوا فيه قبسين يبيعوا فيه الحمص، وكنت شاركت معاكم قبل طريقة الطبخ متاعها، راهو ساهل ما فيه حتى شيء. جيست تعملها غلوة باهية في الماء، ما تملحيش وبعد تفوريه في الاخر كي يطيب تملحيه. دونك غاديكا زدت عظيمة مرفوسة مع ريحة جبن، كعبات بطاطا مقليين، طماطم مقصوصة جويدة، فلفل ألوان ورحب بصل مقصوص جويد، بابيروني مقصوص حتى هو كيف كيف مكعبات صغار، الزيتون حتى هو مقصوص جويد، وهذاك من غادي طريف معدنوس باش نزين بيه من بعد. يعني ما ملحتش برشا خاطر بريسك كل شيء مملح مع فيه شوية زيتون، دونك جيست شوية ملح في الاخر. كان لقيتها ناقصة ملح معناها وقت نحطو العشي مانيش باش ملح حتى وخاطر خايفة من الملح باش نحط فوقها التون من بعد، ودرت لها القارص ودرت لها زيت الزيتونة. دونك سلطة حضرت هذيك جوست باش نزينها من بعد ونقدمها. هذايا تاكوس ماكسي وجابوه جديد في عزيزة، قلت خليني نجربه ولو أن السوم متاعه غالي شوي. 6 كعبات في بالي ب7000 6900. اش تقول اللي مكتوب عليه إنك أنتِ تجبدي الكعبة وتشويها وتشويها معناها تسخنيها شوية على الطبق وبعد تحطي الفارس متاعك وبعد تطبقيها كما يطبقوا كعبة التاكوس وتحطيها تطيب على النار. أنا هني لكم حرية الاختيار بلا نصير في الفارس تبغوا تحطوه حطوه. هاني عملت شوية مايونيز هريسة، عندي تختخ متاع دجاج وبطاطا وجبونات وخليتهم هاديك يتحمروا على الطبق. ولدي ما ياكلش الحوت باش نعمل له هنيك عشة بالمرقاز، باش نشوي كعبات المرقاز وبعد نطيب العجة ونزينها بيهم من فوق ونجو تو نشوفو طاولتنا شنوا فيها. هذيك سلطة الحمص راهي بنينة برشا جربوها. م- تبديل وجبة. كما قلت لكم عندي وصفة كاملة في الحساب متاعي كيفاش طيبي الحمص، ساهل برشا مش صعيب. هذوك مكعبات الوراطة متاعي بعد ما طابوا وتحمروا خليتهم يتحمروا شوية معناها من فوق، نحيت هاك البابي شوي جيست باش الكعبات الحوت ياخذوا اللون. ذيك عجة تاع ولدي كما قلت لكم هو ما ياكلش الحوت ما عندهاش فيه رغبة برشا. وهذاك التاكوس بالنسبة للتاكوس معناها البات متاع التاكوس بصراحة طيارة وتحسها بروق. أما بالنسبة للسوم غالي شوية معناها 6 كعبات ب6900. يعتبر السوم غالي شوي، أما راهي بنينة وطيعة وتمشي معاك بالقدي بالقدي. وصلنا آخر الفيديو، هذيك دبارة اليوم، دبارة خفيفة حتى في التحضير وفي التطييب ما تاخذش برشا وقت. الحمد لله يا ربي، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. ما بقى ما نقول لكم إلا شهية طيبة، وتحياتي حبيباتي وإلى اللقاء في فيديو آخر، ويعطيكم الصحة على كل كلمة حلوة قلتوها لي. شكرا وإلى اللقاء.